هل انت بتعتقد انك المتحكم الاساسي في قراراتك؟ فكر مرة تانية. في قوة خفية في عقلك تؤثر على قراراتك واختياراتك دون ان تشعر. في هذا الفيديو سنكشف كيف يتلاعب عقلك بك، ولماذا تتخذ قرارات تبدو لك وكأنها منطقية ولكنها في الواقع مش كده خالص. واكشف لك ونفتح مخك لحاجات اول مرة تعرفها. خليك معانا للنهاية بحيث ان احنا هنقدم لك تمارين عملية لاستعداد السيطرة على عقلك. العقل اللاواعي هو عامل زي نظام تشغيل كده، بيتحكم في مشاعرك وعاداتك وردود افعالك بدون وعي منك، وهو تلقائي من نفسه انه بيخزن كل التجارب اللي انت مريت بيها وبيستخدمها في اتخاذ القرارات بشكل تلقائي. وهو اسرع واقوى بكتير من عقلك الواعي اللي هو بياخد القرارات المنطقيه، بحيث ان العقل اللاواعي بامكانه معالجه ملايين المعلومات في الثانيه الواحده دون ان تشعر ولا تحس. هديكم مثال بسيط يوضح ازاي العقل اللاواعي بيشتغل. اول ما تقابل شخص لاول مره ويمكن تشعر بالراحه او التوتر تجاهه دون سبب واضح يبين لك حصل كده ليه، دي مش حاسك او عقلك الواعي ابدا، اللي هي برمجه سابقه مخزنه في عقلك اللاواعي بناء على تجاربك السابقه. ليه بتصحى في نفس الوقت يوميا دون منبه او اي حاجه تصحيك؟ ليه بتجد نفسك بتمسك هاتفك فورا عند الاستيقاظ؟ لان هذه العادات برمجت داخل عقلك اللاواعي من خلال التكرار المستمر لنفس الشيء. وفعلا العقل اللاواعي قوي جدا وعامل زي الكمبيوتر مفيش حاجه بتقف قصاده. اول ما تشوف اعلان لمشروب غازي بيجي في تفكيرك انك تجاهلته، ولكن بعد يومين بتجد نفسك تشتريه بدون تفكير. السبب العقل اللاواعي خزن هذه الصوره وربطها بمشاعر ايجابيه دون ان تشعر، وبالاضافه انهم بيستخدموا الوان او اشياء في منتجاتهم عشان يعملوا على التغذيه البصريه عندك، وده بيثبتها جامد في عقلك اللاواعي. لو انت شخص بتخاف من الفشل فاحتمال كبير جدا ان دي كلمات سمعتها وانت صغير في فتره طفولتك، زي انت ضعيف او انت فاشل او انت مش هتنفع في حاجه. ما دي تسللت الى عقلك اللاواعي واصبحت حقيقه بالنسبه لك. عقلك اللاواعي بيبحث دائما على أدلة تدعم معتقداتك الحالية ورفض أي شيء يخالفها. إذا كنت تعتقد أنك غير محبوب فتجد نفسك بتركز فقط على المواقف اللي بتأكد ليك هذا الاعتقاد، وتتجاهل كل المواقف اللي بتثبت عكس ذلك، وده بفضل العقل اللاواعي. لماذا يبقى بعض الأشخاص في علاقات سامة أو علاقات بتسبب لهم مشاكل رغم إنهم يعرفوا إنها بتدمرهم؟ لأن العقل اللاواعي بيفضل المألوف عن المجهول حتى ولو كان المألوف مؤلم. هل وجدت نفسك في يوم بتقود سيارتك إلى العمل دون أن تتذكر الرحلة؟ ذلك لأن عقلك اللاواعي تولى القيادة عنك وترك لك عقلك الواعي حرا للتفكير في أشياء أخرى. مش قلت لك إن العقل اللاواعي ده قوي جدا؟ أول خطوة للتحرر وهي إدراك إن 95% من قراراتك تأتي من عقلك اللاواعي وليس بإرادتك الحقيقية. تاني حاجة معانا وهي إعادة برمجة العقل اللاواعي، وهي عن طريق استخدام التوجيهات الإيجابية زي أنا قادر على النجاح، وكررها يوميا لحد تصبح حقيقية في عقلك اللاواعي. تخيل نفسك تنجح وتحقق أهدافك اللي أنت عاوز توصل ليها، لأن العقل اللاواعي ما بيعرفش يفرق بين الحقيقة والخيال. وحوط نفسك بالأشياء الإيجابية اللي بتعزز ثقتك بنفسك زي الكتب والفيديوهات اللي بتزرع فيك شيء إيجابي معاك. دلوقتي بعد ما عرفت ازاي عقلك اللاواعي بيتحكم فيك بطريقه جنونيه، هتعمل ايه؟ هل هتخليك متحكم في قراراتك من الطفوله، ولا هتبدا في عمل اعاده برمجه لصالحك؟ شاركنا في التعليقات بتجربه مريت بيها وادركت ان عقلك اللاواعي هو اللي كان متحكم فيها.